اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته والذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب الرسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. إن الله الغفور الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا أحياء وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه
نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من هل هو الله أحد والمعوذتين مجتمعنا ها هنا بسببهم المغفور الحي القيوم صاحب الحال حبيب سالم بن شيخ بن عقيل المدحين الحبيب محسن المغفور الحي القيوم صاحب الحال حبيب محسن بن عبد الله بن شيخ الكاف أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتوب رحمة والدينا ولكم جميع أمواتنا وأموات المسلمين عما ثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس روح الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل تقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما استبحنا سبحان الله بحمده وما قلناه يا الله يا الله وما استفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء أخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالتنا أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأزواج رسول الله تخرى عمة المؤمنين سيدنا خديجة الكبرى عائشة الرضا وأسسنا فاطمة الزهراء وسيدنا حمزة العباس الحسن حسين علي سيدنا باقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي أريدي سيدنا محمد النجيب وسيدنا عيسى النجيب وسيدنا أحمد المهاجر الله أحمد بن عيسى وبيد الله سيدنا علي خلق قاسم سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم والحبيب علي عم الفقيه وسيدنا حبيب علي وغيره من الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صاحب الدرج
إمام محمد مولى الدويلة، سيدنا الفقيه المقدم ثاني إمام أشرف عبد الرحمن السقاف، وشاه من مفضل سكران أحمد سكران، حبيب علي سكران، حبيب عبد الله بكر أدو شاه بكر بن سالم، والحبيب عقيل بن سالم، والحبيب أم عبد الرحمن الطوش، علي بن ضبارس، كتب عبد الله الحداد وأصولهم وفروعهم، كتب شيخ بكر جلاني، شاه أحمد البداوي، شاه أحمد الرفاعي، شيخ إبراهيم الدسوقي، أبي حسن شاذلي، شيخ محمد البوسيري صفر ده، حبيب الشيخ سلطان، شيخ أحمد تجاني، شيخ سليمان الزيد، حبيب الحبيب عبد الله الإدوس وأصولهم وفروعهم، وجل عبد الله السقاف وأصولهم وفروعهم، والحبيب عمر السقاف صافي، حبيب حامد عمر حامد، والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى الأعرش، الحبيب أحمد محمد مولى شيب، يوسف عبد الحسني، والحبيب أحمد بن زين العبشي، والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه، والحبيب أحمد بن أمر بن سمير، والحبيب حسن من صلاح البحر، والحبيب شيب بن الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر، والحبيب بكر بن الله الطوس وأصولهم وفروعهم، والحبيب علي بن سنة الحبشي، والحبيب عبد الله، الحبيب محمد، الحبيب أحمد، الحبيب علوي بن علي محمد بن حسين الحبشي، والحبيب عبد القادر السقاف محمد بن هادي السقاف وأصولهم وفروعهم، والحبيب عبد الله شاب محمد محمد مخضار من تارب وأهلام من زنبل سادة علوين، والحبيب حامد بن الله الحدار أخونا الحبيب حامد ذرة الحبيب حامد أصولهم وفروعهم، والحبيب عبد الله بن سالم الكاب وأصولهم وفروعهم، والحبيب عبد الله بحبيب الشيخ عبد الرحمن شاب، والحبيب الحبيب عبد الرحمن محمد النوار وأصولهم وفروعهم، والحبيب الشيخ بن أحمد شاب، والحبيب أحمد بن شيخ بن أحمد شاب، والحبيب عبد الله بن شاب، والحبيب حامد عمر بن شاب، والحبيب عبد الرحمن النوار وأصولهم، والحبيب محمد محمد الكاب وأصولهم وفروعهم، والحبيب محمد بن حسن عبشي وأصولهم وفروعهم، والحسين الحبيب بن شاب عبد علي بن عبد الرحمن شاب شعب بن إدريس، والحبيب علي بن محمد النوار وأصولهم وفروعهم، والحبيب علي بن السقاف وأصولهم وفروعهم، وإلى سيدنا صحاب الحال الحبيب المغفور حي القيوم الحبيب سالم بن شيخ بن عاقل المدحي والمغفور حي القيوم الحبيب الخال الحبيب محسن بن عبد الله بن شيخ الكاب، ثم إلى رمن اجتمعنا ها هنا بسببهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم، باسم رحمة والدينا والخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وعتقا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم، اجمعنا وإياهم والمسلمين في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وسلم. فاتحة بنية العقيقة على تسميع لأولاد أجريد برتما بن ربيع وأكبر إرجانسا بن ربيع وخير الأزوار بن ربيع وأكيلا بطري رمضاني بن ربيع ومحمد فردوس بن شمسري وزبيدة بنت مسرب، لأن الله يتقبل صدقاتهم على كما نوى أسلافنا الصالحون بصدقة حقيقتهم على هذه النعمة وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة أسماء الحب علي محمد حسين حفصي أن الله يغفر له ويرحمه ويتغشاهم برحمة والمغفرة واسم الجنة ووالدينا ومشايخنا وديهم وباتهم وسنا جميعا عامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلام الفاتحة.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله بسم عليه. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه
الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كرسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتصر أسراره بالأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما العنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام، وتناهى بمجده وتعالى. صلى الله لاحظته عليه. العيون بما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رعته رفعت في شؤونه وكمالا. صلى الله عليه. فسبحان الذي أبرز من هدرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويهار بتعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. ومن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قوائده، وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا الأبد الصادق في قوله وفعله
والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرد فيها في حلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حسبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجري بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأسري بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أثار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم بهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور مع وروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر مئشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
وقد آن للقلم أن يهت ما حركته فيه العنامل مما استفاده الفهم من شباب هذا العبد المحبوب الكامل وشمائه التي هي أحسن الشمائل. وهنا سنة أن نثبت ما بلغنا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في هذه الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله قبل هو النور مودع بها في السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل العشاء. قال يا جابر: إن الله قبل العشاء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبي بالخلق وآخرهم بالبعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اهتست من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسباب بدوم من شرب فتح من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصه بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي بالمخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسولها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيوضة فضله وتنتشر فيه آثاره مجري السمي. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن ذلك الهجرة المكنونة والجرة المصونة والكون كل يمشي ويمشي في سرور وابتهاج بسوء ذكرى هذا الصراط والعين متفشة إلى بروده متشيقة الاتقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش أتك بفشل العبارة مولنة بكمال البشارة وما من حامل حمل في ذاك العام إلا أتى في حملها برلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمنة بالفرائض بملكة الأشرف البيات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. وصلى الله بالوجود بالتكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودي هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب
وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيت وألسنة الملائكة بالتبشير العالمين تعيت سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم ظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند واده أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على ظهور وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور أن أمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر الله سينفذ حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤمن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أسرك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد الله ولأهل الكون عنصر وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام يا الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك التراب يحلى المساني فحضر اليوم غرد الله واستدعوا بالجمال
فاقا بالحسن تبرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفذ الله حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله فلربي كل حمد جل أن يحصره الأمر الله إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا رسول الله أحلام بك إن بك نسعد الله وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصود صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك الله جد وحدينا نحج سبيله كي به نسعد ونرشد الله ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى الله أشرف الرسل محمد الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وسلام مستمر الله كل حين يتجدد الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد يا ربي صلي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, masyaallah habaib kaum ikhwan, di hadapan kita ada dua orang anak yang insyaAllah kita akan resmikan namanya di majlis yang mulia. Nama juga insyaAllah nama yang terbaik dan bagus, yaitu pertama Sayyid Ali dan Abidin bin Syarif Hamzah bin Syahab. Kedua Sayyid Abdul Rahman bin Qasim bin Abdul Akab. Saudara akan Allah SWT pada umur kita, keadaan sehat afiat, jauh dari sakit bala musibah. Allah jadikan anak yang saleh, yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mengamalkan syariatnya. Allah SWT juga berbakti, berikan kebaktian kepada orang tuanya, dimurahkan Allah rezekinya, dihantarkan Allah jodohnya. Al-Fatihah. Al-Ismil Mubarak Al-Mubarakain Ali dan Abidin bin Syahib Hamzah Syahab wa Sayyid Abdul Rahman bin Qasim bin Abdul Akab. Allah ajaluhuma min iyad salamah. Rabbana takarram alaihima bitul umur fi ta'atillah wa rasulih wa yamun alaihima bisihah al-afiyah wa yafir haddahuma min al-ilm al-nafi' wal hilm al-wasi' wal taqwa wal rizq al-hissi wal ma'nawi واحفظهما من شر الزمان وشر أهل الزمان ويجعلهما من عباد الله الصالحين الهادي المهتدين ويكونان قرة عين بيديهما وسيد المرسلين ووفقهما لكل عمل صالح خيرين وعلى ما نواه رجال صالحون عند تسمية أبنائهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام. الفاتحة.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا دربه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأجعته فلم أنشب أن غشيني ظلمة ورعب وقشعريرة أي يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. فأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة أي يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله صلى الله على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما وربقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم
وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا.
آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، في الحرز المكين من الذنوب والخطايا، عدنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول، دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل، وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول، نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول، ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول، ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول، ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول، سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول، سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول، سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول، أهلا وسهلا ومرحبا بقدومكم في هذا المنزل، أهلا وسهلا بكم يا حبايب، أهلا وسهلا بكم يا مشايخ، أهلا وسهلا بكم يا حاضرين، لقد جئتم إلى حضرة المبينة لذكر حول ابن شيخ حبيبنا سالم المديح فخرنا وقدوتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين عدد قدره ومقداره العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أوصلنا إلى هذا المنزل، منزل المبارك، منزل الولي من أولياء الله، منزل الصالح من الصالحين، منزل الداعي إلى الله، الحبيب البركة سالم بن شيخ بن عقيل بن عبد الله المديحج باعلوي. نجتمع كما ولله در قائل الإمام الحدان: منازل خير سادة لكل الناس قادة، مهبتهم سعادة، ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. معاشر المسلمين، نجتمع في هذا البيت، في هذا المنزل، لأجل ذكر حولية الإمام الداعي إلى الله الحبيب سالم بن شيخ بن عقيل بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن سالم المديحج باعلوي، وكذلك لذكر حولية من فقدناه في عام الماضي وفي مثل هذا اليوم، وهو سبت الحبيب سالم، وهو الحبيب البركة محسن بن عبد الله بن شيخ الكاب، رضي الله عنهما وأرضاهما ونفعنا بعلومها، آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam pun kita panjatkan, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah, Allahumma salli wa sallim alaih. Dan alhamdulillah, kita sangat bersyukur sehingga kita masih bisa disampaikan di rumah yang penuh barakah ini, rumah seorang wali Allah minas salihin, al-habib ad-da'i ila Allah Salim bin Syekh bin Aqil al-Madihj Ba'alawi, untuk memperingati haulnya beliau, untuk memperingati haulnya beliau, yaitu al-habib Salim bin Syekh al-Madihj. Dan juga kita memperingati haul seorang yang kita sangat kehilangan dengan wafatnya, seorang yang mempunyai ikatan yang lebih terhadap kakeknya, yaitu Al-Habib Al-Barakah Muhsin bin Abdullah Al-Kaf al-ma'ruf bil Habib Amuk. Dan pertama-tama yang kami hormati para habaib, para syiban, para hadirin yang telah menyempatkan untuk hadir dalam peringatan haul Al-Habib Salim bin Syekh bin Aqil al-Madihj, wa akhussu bidzikr Al-Habib wa akhussu bidzikr Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habshi wal-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habshi والحبيب علي بن حامد والحبيب أبو بكر بن عبد الله الكاف والحبيب عبد الله بن عبد المطلب السقاف والحبيب عمر بن علوي السقاف وجميع الحبائب والحاضرين yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, dijaga langkah-langkah mereka untuk membimbing kita, amin Allahumma amin. Dan rangkaian demi rangkaian acara pun telah kita laksanakan. Daripada tadi malam kita telah membacakan khatmul Quran, dan pagi tadi telah dibacakan burdatul madih, dan juga telah dibacakan tahlil, yasin tahlil, dan juga maulidun nabi, Allahumma salli wa sallim alaih, dan juga pemberian nama yaitu tasmiyah. Untuk melanjutkan rangkaian acara selanjutnya, yaitu pembacaan manaqib sahibul haul al-habib ad-da'i ila Allah al-wali Salim bin Syekh bin Aqil al-Madihj Ba'alawi, yang akan dibacakan oleh cucunya, yaitu As-Sayyid Umar bin Husain bin Abdullah bin Salim bin Syekh bin Aqil al-Madihj. فعليه فليتفضل مشكورا. اذكر الصلاة على النبي.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wafata baina khalqihi fil maratib wa ja'ala minhum aqtaban wa autadan wa abdalan wa awliya bihim yuzillahu al-ghamam as-sakib wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la rabbul masyariqi wal magharib wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya wa ajalul asfiya wa afdal habaib sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ulil masiril managib salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ya'ti qailhuma yaumal qiyamati khaira khaib. Alhamdulillah, syukran katsiran ilallah ta'ala alladzi qad atana rahmatan wa hidayatan wa sihhatan wal afiyah hatta nastati an najtami'a fi hadzal makanul mubarakah. Summa nusallim wa nusallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyadatul habaib al-kurama wa sa'adatul asatis al-fudala wal hadirun al-ahibba. Ikhwani yarhamni yarhamkumullah. Izinkanlah kami untuk membacakan singkat lembaran yang sedikit dari keluasan yang indah dari perjalanan hidup seseorang kekasih Allah, seseorang pendidik, seorang wali Allah, seorang soleh yang selalu berjalan di jalan para aslafnya, yaitu beliau Al-Habib Salim bin Syekh bin Agil Al-Madihid radhiyallahu an. Nasab Al-Habib Salim radhiyallahu an, beliau Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Salim bin Syekh bin Agil bin Abdullah bin Agil bin Alawi bin Abdullah bin Salim bin Husain bin Alawi bin Agil bin Abdullah bin Al-Habib Agil Al-Madihid bin Syekh bin Ali bin Abdullah Al-Watab bin Muhammad Al-Munaffar bin Abdullah bin Muhammad Al-Imam Abdullah Ba'alawi bin Alawi bin Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbat bin Ali Khalid Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Al-Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa An-Nagib bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin Al-Husain As-Sibti bin Al-Imam Ali bin Abi Talib wa Zahra Al-Batul Sayyidatuna Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu beliau yakni Al-Hawwabah As-Salihah Syarifah Maryam Al-Kaf. Kelahiran beliau Al-Habib Salim dilahirkan di kota Palembang 13 Ulu Sungai Kangkang pada tahun 1302 Hijriah. Pernikahan beliau Al-Habib Salim seorang yang selalu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah menikah. Beliau menikah dengan Al-Hubabah Al-Karimah Asy-Syarifah Alawiyah binti Muhammad binti Ahmad bin Ali Al-Kaf di kota Palembang. Begitu juga Al-Habib Salim menikah dengan Al-Hubabah Asy-Syarifah Fatimah bintu Muhammad bin Ali Al-Habsyi di kota Jambi. Anak-anak beliau, anak Al-Habib Salim, dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang banyak yang akan dibanggakan kelak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Adapun anak Al-Habib Salim berjumlah 22 orang anak. 11 di antaranya adalah laki-laki dan 11 perempuan. Dan nama-nama anak Al-Habib Salim yang laki-laki Al-Habib Abdullah, Al-Habib Syekh, Al-Habib Ahmad Al-Akbar, Al-Habib Ali Al-Akbar, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Ali Kenduran 7 Ulu, Al-Habib Hasan, Al-Habib Husain, Al-Habib Hamad, Al-Habib Hamid. Dan nama anak perempuan beliau Al-Hubabah Halimah, Hubabah Salma, ibu dari Al-Habib Barakah, Muhsin bin Abdullah Al-Kaf, Amiyamu. Hubabah Aisyah, Hubabah Ainiyah, Hubabah Syifa, Hubabah Syahah, Hubabah Mughniyah, Hubabah Sayyidatun Nisa, Hubabah Zainah, Hubabah Maryam, Hubabah Fatimah.
Dan di antaranya anak-anak Al-Habib Salim yang masih hidup sekarang, alhamdulillah, adalah Al-Hubabah As-Salihah Asy-Syarifah Murnia atau lebih dikenal dengan Gedening, dan Al-Habib Ahmad bin Salim Al-Madhid, mertua daripada Al-Habib Ahmad bin Husain Aidid Hadramaut. Perjalanan Al-Habib Salim. Al-Habib Salim ketika muda pernah menjadi kapten kapal. Dari pergi ke berbagai tempat yang mana Al-Habib Salim benar-benar mengambil manfaat dari keuntungan dari pelayarannya. Salah satunya Al-Habib Salim melaksanakan ibadah haji dan berziarah kepada datuknya Sayyidul Kaunain Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga melalui pelayaran beliau singgah ke negeri leluhurnya, bilad aslafihi, negeri Hadramaut. Pendidikan Al-Habib Salim terhadap anak-anaknya. Al-Habib Salim seperti diketahui mempunyai anak-anak yang banyak, akan tetapi tidak satu pun yang luput dari pantauannya. Al-Habib Salim selalu mendidik anak-anaknya dengan akhlakul karimah, yaitu budi pekerti yang baik dan mulia, terutama bakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, dan suka berkhidmat membantu orang lain. Hal ini bisa dilihat yang dimana setiap anak gadis Al-Habib Salim dididik untuk terbiasa memasak, sedangkan Al-Habib Salim memerintahkan istrinya untuk beristirahat. Al-Habib Salim adalah sosok yang selalu menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Sebagai contoh, beliau selalu melaksanakan sholat malam dan mendidik anak-anaknya agar terbiasa terbangun sebelum terbit fajar untuk mengerjakan sholat dan membaca zikir bersama dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian Al-Habib Salim mengharuskan anak-anaknya untuk membacakan wirid-wirid sampai tiba waktu isyraq dan melarang mengerjakan kegiatan apapun sebelum waktu isyraq tiba. Dan begitu juga halnya pada waktu maghrib, beliau mengumpulkan anak-anaknya duduk bersama untuk mengaji Al-Quran dan membaca wirid sampai tiba waktu isya dan salat berjamaah. Ketawaduan Al-Habib Salim radhiyallahu an. Al-Habib Salim adalah seorang wali Allah yang alim, yang mempunyai wawasan ilmu yang tinggi dan juga seorang tabib. Pernah sewaktu-waktu istri beliau radhiyallahu an, Al-Hubabah Alawiyah, jatuh sakit dan ingin meminta jampian dari Al-Habib Al-Wali Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Maka dengan ketawaduannya Al-Habib Salim pergi untuk meminta jampian kepada Habib Ahmad, yang dimana diketahui Al-Habib Ahmad adalah teman baik Al-Habib Salim. Maka Al-Habib Ahmad tidak mau memberikan jampian tersebut, seraya berkata, Al-Habib Salim lah yang lebih tinggi makomnya. Kedermawanan Al-Habib Salim radhiyallahu an. Al-Habib Salim juga diketahui seorang yang sangat dermawan, seorang yang selalu bersedekah secara diam-diam. Dikisahkan bahwa Al-Habib Salim jika beliau keluar dari rumahnya, beliau selalu memakai pakaian berlapis-lapis. Dan apabila beliau bertemu dengan orang yang tidak mampu, maka pakaian tersebut langsung beliau berikan kepada orang tersebut. Dikarenakan perihal inilah salah satu sebab beliau sangat dicintai oleh orang-orang miskin. Seringkali Al-Habib Salim membawa pulang ke rumahnya buah-buahan yang diberikan oleh orang-orang miskin sebagai hadiah ucapan terima kasih. Kehidupan Al-Habib Salim radhiyallahu an. Al-Habib Salim dalam kesehariannya, selain beliau yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya yang semua waktu-waktunya terisi awqatuhul maghmurah, beliau juga bermanfaat bagi orang lain, baik dari segi dakwanya untuk Islam. Seringkali Al-Habib Salim mengumpulkan 10 atau 20 orang untuk berdakwah baik di kota Jambi ataupun di Palembang. Al-Habib Salim juga mempunyai keahlian untuk mengobati orang atau seorang tabib, dan juga beliau membuka toko obat-obatan yang mana obat tersebut ada yang beliau racik sendiri dan juga beliau beli di luar. Dan dikisahkan pernah suatu hari ada pengemis yang suka berminum air selokan dan tubuhnya dipenuhi dengan koreng. Kemudian pengemis tersebut meminta obat kepada Al-Habib Salim.
Maka Al-Habib Salim langsung bergegas mengoleskan sendiri obat ke orang pengemis tersebut tanpa rasa jijik. Dan juga Al-Habib Salim, jika melihat ada orang yang tidak mampu ingin berobat kepada beliau, beliau tidak memungut biaya dan memberikan obat secara gratis tanpa imbalan. Kewalian Al-Habib Salim radhiyallahu an. Al-Habib Salim adalah sosok yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang wali Allah yang mastur yang tidak tampak kewaliannya. Pernah suatu hari dikisahkan ada seorang yang mencari Al-Habib Salim di rumahnya di kota Palembang, dan dia mengakui bernama Abdullah, tetapi pada saat itu Al-Habib Salim sedang berada di kota Jambi. Dan tiba-tiba saja orang tadi menghilang dan dikatakan bahwa laki-laki yang bernama Abdullah itu adalah Nabi Allah Khidir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kekasihnya ataupun walinya bersedih dan tersakiti ataupun terzalimi jika bukan kerana kehendaknya. Dikisahkan ada seorang Belanda yang ingin menyakiti Al-Habib Salim dan ingin memukul Al-Habib Salim. Akan tetapi ketika dia memukul Al-Habib Salim, maka pukulan tersebut meleset kerana tangkisan Al-Habib Salim. Lalu Belanda tersebut terjatuh dan sakit. Dan setelah beberapa waktu, ia mendatangi lagi tempat Al-Habib Salim untuk berniat jahat. Akan tetapi, dia tidak melihat tempat Al-Habib Salim. Kemudian, ia bertanya kepada penduduk sekitar dan ditunjukkan, tetapi masih saja dia tidak melihat tempat Al-Habib Salim. Dikatakan, Al-Habib Salim, ini keberkahan dari bacaan Al-Habib Salim. Sumun bukmun fahum la yubsirun, sumun bukmun fahum la yatakallamun, sumun bukmun umyun fahum la ya'kilun. Di masa tua Al-Habib Salim, dan ketika Al-Habib Salim tua sakit-sakitan, beliau tidak pernah mengeluh sakit beliau sedikit pun. Dan ketika ada orang yang menjenguk beliau dan bertanya, apakah Habib sakit? Al-Habib Salim tidak pernah berkata bahawa dia sedang sakit, dan dia menjawab, saya tidak sakit. Dan menjelang umur 63 tahun, Al-Habib Salim mengumpulkan anak-anaknya untuk diajarkan tata cara memandikan jenazah. Dan Al-Habib Salim menyuruh keluarganya yang bukan mahram untuk keluar dan mengunci rapat-rapat pintu. Dan Al-Habib Salim meminta anaknya untuk meletakkannya di atas kasur dan diletakkan di tengah rumah, dan meminta anak-anaknya untuk memandikannya. Seolah Al-Habib Salim mayit, dan mulai mengajari anak-anaknya tata cara memandikan jenazah. Wafatnya Al-Habib Salim radhiyallahu an. Al-Habib Salim bin Syekh bin Agil Al-Madihid pulang ke rahmatullah, yaitu menghadap Allah dengan rohnya yang suci, atau wafat pada hari Senin tanggal 13 Muharram tahun 1365 Hijriah. Dan demikianlah managib singkat Al-Habib Salim bin Syekh Al-Madihid. Mudah-mudahan dengan keberkahan managib Al-Habib Salim Al-Madihid tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun terlarang dari asrarus salihin, baik yang membaca ataupun mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan pertolongan Allah, tulisan ini dimulai dan diakhiri, dan hanya ini yang bisa dikumpulkan, dan hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan untuk menjadikan ikhlas karenanya dan mengharap keriduannya dan menjadikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sekian dari Al-Faqir. Wa alafu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر الحاضرين، سادة الأعزاء وآباء الأجلاء، جزاهم الله خير، جزاه الله خير على فضيلة السيد حسين بن عمر بن عبد الله بن سالم بن Syekh bin Agil Al-Madihid. Mudah-mudahan pembacaan managib tadi bisa memberikan manfaat kepada kita. Amin. Allahumma amin. Dan untuk melanjutkan rangkaian acara berikutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Ahmad Raudi bin Husain Al-Kaf. فعليه فليتفضل مشكورا. اذكر الصلاة على النبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وسيد أصفياء الله وأنبيائه والمرسلين سيدنا ومولانا محمد القائل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الحاضرين، معاشر الحبائب، معاشر الأساتذة، معاشر الشيبان، hadirin hadirat dan semua yang hadir di sini insyaallah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melangkahkan kaki duduk mengenang daripada meninggalnya salah seorang dai daripada du'atullah, daripada orang-orang yang mengajak hamba-hambanya untuk kenal kepada Allah, daripada kekasih-kekasih Allah yang Allah pilih untuk menjadi kekasihnya. Kekasih Allah, mereka adalah orang-orang spesial. Mereka adalah orang-orang istimewa. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Akan tetapi di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan bahwasanya mereka tidaklah masuk surga karena amal perbuatan mereka. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi a'malihim, bal yadkhuluna al-jannata bi rahmatillah wa sakhawatul anfus wa salamatis sudur warra'fatu bil muslimin." Sesungguhnya wali-wali badal dari umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qal, mereka adalah orang-orang yang kelak akan masuk surga. Akan tetapi mereka tidaklah masuk surga karena amal perbuatan mereka. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda bahwasanya tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya, sahabat bertanya, bahkan engkau wahai Rasulullah? Bahkan saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menutup omongannya dengan illa an yataghammadanillahu birahmatih. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala meliputiku dan menyelimutiku dengan rahmatnya Allah sehingga aku berhak untuk masuk surga. Begitu juga para wali-wali Allah ini. Mereka adalah pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah dan mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah karena amal perbuatan mereka. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama adalah dengan rahmatnya Allah. Karena tidak seorang pun berhak untuk mendapatkan surga. Karena surga itu abadi. Dan amal perbuatan yang dilakukan oleh Ibnu Adam hanya beberapa waktu saja. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah berkata bahwasanya al-awliya yadkhuluna al-jannata biniyatihim. Mereka para wali-wali Allah masuk surganya itu karena niat yang bagus. Karena niat-niat mereka yang begitu istimewa dan begitu spesial. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka tidaklah masuk surga dengan amal mereka, akan tetapi dengan rahmatnya Allah. Kita mengetahui rahmatnya Allah adalah sebuah hal yang sangat berharga. Rahmatnya Allah adalah hal yang seharusnya kita rayakan. Rahmatnya Allah inilah yang seharusnya kita tuju dan kita cari dimanapun ada. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 kriteria khusus yang hanya ada para wali badal, pada
wali badal tersebut, kekasih-kekasih Allah. Yang pertama adalah jiwa yang dermawan. Kedermawanan jiwa mereka inilah yang menuntut mereka dan menggiring mereka menuju surganya Allah. Dan yang kedua adalah salamatis sudur, tidak menyimpan dendam, dengki, permusuhan dan kebencian terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Menebar kasih sayang di sana sini. Dan kemudian yang terakhir adalah ar-ra'fatu bil mu'minin. Mereka memiliki sifat yaitu kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi sifat-sifat ini sebetulnya yang menjadikan mereka para wali abdal masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jika kita perhatikan manaqib daripada Al-Habib Salim bin Syekh Al-Madihij adalah gelar untuk mereka yang menyandang marga ini. Akan tetapi di Hadramut sana, khususnya di Tarim dan di wilayah-wilayah Syikhir atau di wilayah-wilayah pesisir, mereka mengganti jim itu menjadi ya. Mereka merubah jim di akhir menjadi ya. Jadi makanya kita dengar dari orang-orang tua zaman dahulu, kita taunya Madihi, bukan Madihij. Akan tetapi di tulisan sekarang diadakan jimnya sekarang. Ala kulli hal dua-duanya betul. Yang baca Madihij itu adalah sesuai dengan tulisannya dan bacaan kita yang kita kenal, dan yang baca Madihi pun betul. Karena orang-orang Tarim merubah huruf jim menjadi huruf ya. Al-Habib Salim adalah orang kaya dermawan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Alangkah bagusnya harta yang bagus yang dimiliki oleh orang yang saleh. Coba kita perhatikan dari 3 kriteria yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh para wali-wali kekasihnya Allah, semuanya dimiliki oleh beliau. Bagaimana beliau menyimpan daripada perasaan atau menahan daripada kebencian kepada orang-orang lain, tidak meletakkan sedikit pun kebencian kepada orang-orang muslim, tidak membenci orang-orang. Bagaimana beliau menolong orang-orang yang membutuhkan, bagaimana beliau sayang bersama orang-orang yang membutuhkan beliau. Ini semua adalah sifat-sifat yang diambil dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidaklah ada sifat bagus satupun yang di muka bumi ini terdapat, melainkan semuanya adalah diambil dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Al-Habsyi di dalam maulidnya, oleh karena itu kita sering membaca maulid. Kita sering membaca maulid ketika haul-haul, ketika peringatan-peringatan, ketika kita membaca maulid di dalam munasabah apapun. Karena semua keindahan sejatinya kembali kepada keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah salah satu buah daripada doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul bait, yang didoakan kepada istri Sayyidatuna Fatimah bersama dengan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mereka menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma akhrij minhumal katsirat thayyib. Wahai Allah, keluarkanlah dari mereka berdua orang-orang yang banyak dan yang baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirumuskan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi memiliki sifat-sifat yang begitu mulia. Barrar raufa, orang yang sangat baik dan penuh kasih sayang. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak berkata dan tidak berbuat kecuali yang baik-baik saja. Lahul khuluqus sahl, yang memiliki sifat yang bisa diterima setiap kalangan. Wal lafdhul muhtawi 'ala al-ma'na al-jazal, dan memiliki omongan yang mengandung banyak daripada makna-makna yang luar biasa luas. Idza da'ahu al-miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau dipanggil oleh orang yang miskin, kalau dipanggil oleh orang fakir, beliau adalah orang yang paling cepat menjawab daripada panggilan tersebut. Idza da'ahu al-miskinu ajabahu ijabatan muajjalah wa huwal abush syafiqur rahim lil yatim wal armalah. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayah yang penuh kasih sayang kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim dan juga janda-janda. Sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
merupakan sifat-sifat yang diteladani dan diikuti oleh Al-Habib Salim bin Syekh Al-Madihi. Subhanallah, bagaimana bisa ada keserupaan antara Nabi dengan beliau? Bagaimana beliau bisa mengikuti sebegitu persisnya sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika kita perhatikan ma'asyiral hadirin, orang-orang tua kita terdahulu, khususnya Sadah Al-Abi Alawi, mereka adalah orang-orang yang sangat berpegang teguh dengan mengikuti jejak-jejak as-salafus salih. Mereka adalah orang-orang yang sangat perhatian dengan amal, perbuatan, kebiasaan, adat istiadat daripada As-Sadah Al-Abi Alawi. Itu yang harus dilakukan oleh seorang yang mengaku keturunan daripada As-Sadah Al-Abi Alawi. Al-Imamul Haddad rahimahullahu wa nafa'ana bih, beliau pernah berkata bahwasanya yang bagi liman lahu salafun salih, sehendaknya untuk orang-orang yang memiliki pendahulu yang merupakan orang-orang yang luar biasa, an yatashabbahu bihim, mereka harus menyerupai daripada orang-orang tersebut. Mungkin kita sebagai manusia yang lemah, mungkin kita sebagai cucu-cucu yang kurang memiliki himmah, kurang memiliki semangat, kurang memiliki keinginan untuk berbuat kebaikan, sulit untuk menyusul amal-amal mereka. Bahkan untuk meniru mereka, meskipun yang namanya tiruan itu tidak sama, itu juga sulit. Akan tetapi kata Al-Imam Al-Haddad, fa in lam yaqdiru ala dhalik falyartasimu birusumihim. Kalau seandainya mereka tidak mampu berusaha meniru orang-orang saleh, salafus saleh tersebut, maka hendaknya jangan hilangkan tampang atau sosok orang tua kalian dari kalian. Itu kata Al-Imam Al-Haddad. Jangan sampai ada salah seorang anak syarif, sayyid, akan tetapi kita tidak mengetahui bahwasanya dia adalah sayyid syarif. Kenapa? Karena meninggalkan secara keseluruhan daripada adat istiadat, tradisi nenek moyang mereka. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin, adanya semacam acara ini, majlis-majlis ilmu dan lain sebagainya, ini adalah nikmat dari Allah. Ini adalah penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita duduk bersama mendengarkan managib, mendengarkan salawat, bacaan awsaf Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu, saling silaturahmi dan melihat muka orang-orang tua dan asatidah dan masyayikh. Semuanya ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk nikmat terbesar yang kita dapatkan daripada acara-acara semacam ini adalah ini merupakan tanda kecintaan Allah kepada kita. Al-Imamul Haddad pernah bilang bahwasanya jika orang mengkehendaki kejahatan, man hamma bisayyi'atin faqayyadallahu lahu 'aridan yamna'uhu fahuwa yuhibbuh. Kalau seandainya ada orang yang mau berbuat jahat, akan tetapi Allah selalu saja mengutus seseorang untuk menghalangi dia untuk berbuat jahat, maka berarti Allah cinta terhadap orang tersebut. Adanya majlis-majlis ilmu ini, adanya haul-haul semacam ini, adanya peringatan-peringatan yang diadakan di sana dan di sini, ini merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kita ma'asyiral hadirin. Lau lam turidni ila ma arju wa atlubuhu min faydhi fadlika ma alhamtana talaba. Kata seorang ulama, ya Allah, kalau seandainya engkau tidak ingin mengijabahku, ya Allah, kalau seandainya engkau tidak memenuhi doa yang aku panjatkan kepada engkau, engkau pasti tidak akan memberikan aku taufik untuk berdoa. Kita berdoa karena kita tahu bahwasanya Allah yang ingin kita berdoa. Dan jika Allah yang menginginkan kita berdoa, artinya Allah ingin mengijabah daripada doa-doa kita. Dan diadakan semacam majlis di tempat kita. Palembang ini luas. Negara Indonesia itu luas. Kalau kita perhatikan tempat-tempat yang di dalamnya subur, adat, istiadat, salaf saleh itu hanya sedikit. Dan kita alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan salah seorang penduduk tempat di mana adat salaf dan istiadat mereka dari sejak dulu sampai sekarang masih hidup. Alhamdulillah, meskipun sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya setiap zaman akan lebih merosot daripada zaman setelahnya, daripada zaman sebelumnya. Setiap zaman yang berlalu selalu saja generasi selanjutnya adalah generasi yang ketinggalan jauh daripada generasi-generasi sebelumnya. Kita bukan berbicara tentang teknologi, kita bukan berbicara tentang bangunan, kita bukan berbicara tentang jalan, akan tetapi kedekatan kita kepada Allah dan pengenalan kita terhadap as-salafus salih.
Semakin jauh, semakin kita lupa siapa salaf saleh kita. Semakin jauh, semakin kita tidak mengetahui siapa mereka. Siapa saya sebagai sayyid? Siapa saya sebagai cucu keturunan baginda Nabi Muhammad SAW? Siapa orang-orang ini yang nasabnya mereka bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Sampai mirisnya banyak daripada sayyid yang tidak menghormati gelar kesayyidan mereka. Banyak daripada sayyid yang tidak tahu berapa mulianya, betapa hebatnya nasab yang mereka sandang. Berapa agungnya darah yang mengalir di nadi mereka, ma'asyiral hadirin. Kita jadi seperti anak kecil yang tidak tahu harga daripada uang 100.000. Dirobek-robek begitu saja kemudian kita lemparkan di sungai. Begitulah perumpamaan kita di masa ini. Kita dibanding mereka itu seperti anak kecil. Orang yang mengetahui harga daripada apa yang dia miliki, maka apapun yang dia korbankan semuanya akan dianggap murah. Man arafa qimata ma talab, hana alaihi ma badal. Barang siapa orang tahu apa, seberapa berharga apa yang dia cari, maka apapun yang dia curahkan itu hanya sangat murah. Kalau seandainya mereka tahu apa harga daripada apa yang mereka miliki. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mutaba'atul aslaf ini adalah satu-satunya cara yang dapat menyelamatkan kita. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pun pernah menjawab daripada iskal-iskal, pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang mempertanyakan amal-amal orang tarim. Kenapa sebagian itu zahirnya seperti mukhalif li syariah, secara zahir seperti tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah, perintah baginda Nabi Muhammad, tidak sesuai dengan agama. Akan tetapi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau adalah murid daripada Sayyidi Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau adalah murid Sayyidi Ahmad bin Zaini Dahlan yang menguasai banyak daripada ilmu fikihkah, tafsirkah, qiraatkah dan lain sebagainya, semuanya dikuasai oleh Al-Habib Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan juga gurunya yang luar biasa. Beliau berkata bahwasanya tidak ada satupun amal daripada amal orang tarim kecuali aku telah dapatkan dalilnya dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul liman yad'i fil ilmi falsafatan 'arafta syai'an wa ghaba 'anka asya'u. Katakan kepada orang yang ngaku-ngaku alim, yang ngaku-ngaku hebat, yang ngaku-ngaku pintar, yang suka ingkar sana ingkar sini, kalian betul mengetahui sebuah ilmu, akan tetapi kalian lupa bahwasanya ada ilmu-ilmu lain yang tidak kalian kuasai. Ini adalah adat as-salafus salih. Mereka memang lebih mengedepankan amal daripada ilmu. Akan tetapi bukan berarti mereka melarang kita untuk menjadi orang alim. Karena mereka sadar, orang-orang yang mengedepankan amal, mereka akan terbiasa dengan amal tersebut sejak dini. Akan tetapi orang yang belajar dulu baru akan mau beramal, mereka mungkin saja belum sempat beramal sudah mati duluan. Sedangkan ilmu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk beramal. Jadi ini kecerdasan daripada as-sadah as-salaf al-alawiyun, bahwasanya mereka mengajarkan anak kecilnya bukan ilmunya dulu. Akan tetapi mereka mengajarkan bahwasanya kalau masuk ke kamar mandi, dulukan kaki kiri, kalau keluar dulukan kaki kanan, kalau ketemu orang tua cium tangan, kalau seandainya lihat pintu masjid terbuka tutup, kalau seandainya melihat kotoran-kotoran atau gangguan-gangguan di jalan orang muslim jauhkan. Mereka semua tidak tahu, anak-anak tersebut, bahwasanya ini semua adalah sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukannya saja dengan begitu polosnya, karena anak-anak kecil ini adalah fitrah. Anak kecil itu tidak tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang mereka tahu adalah mereka akan mengikuti orang yang mereka idolakan, ma'asyiral hadirin. Yang mereka tahu adalah mereka akan mengidolakan orang-orang yang mereka mengikuti orang yang mereka idolakan.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي رحمك. معاشر الحاضرين yarhamuni wa yarhamkumullah. Anak kecil adalah orang-orang, adalah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan fitrah. Mereka tidak mengetahui siapa yang betul, siapa yang salah. Mereka tidak mengenal yang mana yang benar, yang mana yang tidak patut ditiru. Mereka hanya mengidolakan orang-orang kemudian mengikuti idola-idola tersebut. Ini adalah tabiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan setiap makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala alhama fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhami kekuatan untuk melakukan kejahatan dan juga kekuatan untuk melakukan kebaikan. Akan tetapi apa yang menggiring seseorang untuk melakukan kebaikan? Yang terkuat dan tercepat untuk mempengaruhi anak-anak kita adalah idola mereka, ma'asyiral hadirin. Orang-orang zaman dahulu mereka telah berhasil menyebarkan sifat-sifat orang saleh kepada anak-anaknya. Kalau seandainya kita lihat orang-orang tua kita sekarang. Bagaimana mereka semua berjalan mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita anak-anak muda. Apakah anak-anak muda sekarang sama mendapat pendidikan yang sama seperti orang-orang terdahulu atau tidak? Oleh karenanya sangat-sangat penting bagi seseorang untuk mengetahui cerita daripada nenek moyang datuk-datuk mereka yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai ulama-ulama, aulia-aulia. Karena kalau seandainya kisah-kisah mereka tidak dihidupkan, kalau seandainya haul-haul semacam ini ditiadakan semua, maka siapa lagi yang akan mengetahui cerita-cerita tentang mereka? Tamutul khabaya fi zawaya wa ma laha minan nasi bainan nasi fin nasi dhakiru tafutu karamatur rijali shawaridan idza lam tuqayyidha alaina ad-dafatir. Kalau seandainya kita semuanya diam, kita semua tidak mencatat, kita semua tidak menyebarkan daripada sifat-sifat kisah-kisah manaqib-manaqib orang saleh, maka kisah-kisah ini akan terkubur beriringan dengan waktu, ma'asyiral hadirin. Dan kalau seandainya kisah-kisah mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita jadikan idola, mereka musnah ditelan waktu karena tidak ada anak keturunan mereka yang perhatian dengan kisah-kisah tersebut, maka anak-anak kecil akan beralih beridola kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka akan mengidolakan orang-orang yang merupakan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ada seorang fulan masih muda, masih belajar, belum kerja, orang tuanya sulit ngasih makan dia, sehari-harinya megang handphone lihat berita Ronaldo. Lihat berita tentang Ronaldo. Ronaldo ini mau masuk Manchester United atau masuk ke klub lainnya. Waduh, gimana ya ntar Ronaldo kayak gini. Dia lebih khawatir kepada masa depan Ronaldo daripada masa depan dia sendiri. Orang kafir yang namanya tidak pantas disebut di sini, itu lebih dia khawatirkan bagaimana masa depannya ketimbang diri dia, bagaimana kelak akan bertemu datuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu nabi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak khawatir untuk melakukan hal-hal yang haram, tidak khawatir untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang sayyid syarif. Ini semua karena kejauhan kita daripada mereka. Oleh karena itu, cerita para habaib, cerita para salaf, cerita para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ini memiliki dua sisi. Yang pertama adalah perangai-perangai yang menarik perhatian kita sehingga kita mencintai mereka dan menjadikan mereka idola. Betul, ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan mukjizat. Betul, ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan karamat. Betul, ini adalah mujahadat-mujahadat yang mustahil kita ikuti. Ini adalah satu bagian daripada sisi kehidupan mereka yang kita namakan dengan sisi ta'alluq. Sifat-sifat tersebut disebutkan di dalam kitab-kitab dan diceritakan kepada anak cucu kita agar bertujuan berta'alluq dengan mereka, orang-orang yang dipilih Allah. Akan tetapi ada sisi lain dari kehidupan mereka
yang merupakan sisi takhalluk. Sisi takhalluk adalah bagian-bagian perangai yang seharusnya kita jadikan pondasi untuk hidup kita. Dan kita ikuti, kita contoh, kita telusuri jalan-jalan yang mereka telusuri. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, "Man la salak fi tariq ahlih tahayyam wada', faya furu'an nabi siru alal ittiba', khallul gadam bil gadam wahdharul ibtida'." Barang siapa yang tidak berjalan di jalannya salaf, maka dia akan kebingungan dan dia akan hilang, terbuang kalau bahasa kita. Dia akan mati dalam keadaan yang tidak diinginkan. Dia akan keluar daripada golongan yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal iyad billah. Faya furu'an nabi siru alal ittiba'. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah salafus saleh, ikutilah mereka orang tua kita yang mengajarkan akhlaknya bukan dengan omongan, yang mengajarkan akhlaknya dengan perilaku mereka dan tutur kata mereka. Ikuti mereka. Bagaimana kita kenal Habib Abdullah bin Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Kaf? Bagaimana perangai beliau? Bagaimana Al-Habib Salim bin Syekh Al-Madihi? Bagaimana anak beliau Al-Habib Ali bin Salim bin Syekh Al-Madihi? Al-Habib Ali itu kalau seandainya anak-anak kecil semuanya yang hidup di kampung ini termasuk Al-Fagir ingat bahwasanya setiap kali kita lagi main dakocan, beliau ikut main dakocan sama kita. Beliau ikut main dakocan, kadang disembunyikan dakocan kita, kadang beliau sulap, kadang beliau ngasih permen. Ini semuanya adalah akhlak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kehilangan. Sekarang orang-orang tua atau orang-orang yang merasa tua itu mulai risih dengan anak kecil. Enggak mau bersanda gurau dengan anak kecil. Hidupnya sendiri. Mereka hanya mengobrol dengan orang-orang yang sebaya mereka saja. Mereka tidak mengajarkan, mereka tidak didik, mereka tidak kasih sayang sehingga anak-anak kecil kehilangan arah dan tidak tahu kepada siapa mereka harus mengikuti. Ini adalah hal yang perlu kita benahi secara bersama ma'asyiral hadirin. Dijaganya kita oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah berkat mereka. Dijaganya kita oleh Allah, diadakannya tempat-tempat khusus untuk Sadah Al-Ba'alawi yang masih menjaga taqalidnya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Berkat siapa? Berkat mereka pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Di dalam suratul Kahf ketika Nabi Allah Musa alaihi salam mempertanyakan tentang perilaku Nabi Allah Khidir, Nabi Allah Khidir menjawab di dalam Al-Quran, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan." Allah Subhanahu wa taala selamatkan daripada harta yang dikuburkan di bawah dinding anak-anak yatim tersebut. Itu semua karena ayah-ayah mereka yang merupakan nenek moyang mereka, yang diriwayatkan nenek moyang bukan langsung tapi nenek moyang nomor 7 atau keberapa. Berkat mereka harta tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ragu bahwasanya penjagaan yang kita dapatkan di tempat ini merupakan keberkatan daripada mereka-mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada syiban-syiban kita sehingga kita tidak kehilangan model, kita tidak kehilangan idola dan kita dapat menelusuri kehidupan-kehidupan asatidzah kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan syiban-syiban kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. وبقية في العصر منهم عمروا لتكون فيهم متعة المتمتع فالله يحفظهم ويخرج منهم أمثالهم في حينا والمربع. يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا وارحم وألف واجمعي يا ربي واجبرنا ووفقنا لما يرضيك أنت أطيب من دعي أنت أكرم من دعي. يا رب واختم باليقين وبالهدى أعمارنا والزيغ عنا فادفعي يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي فضلا وإحسانا وجودا منك يا ذا الفضل والجود أجب واسمعي. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعفو منكم وما قمت إلا امتثالا للأمر ورجاء نظرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خير أحسن الجزاء على فضيلة الحبيب أحمد روضي
bin Husain bin Hamid bin Ahmad Al-Kaf bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa mengambil manfaat dari wajangan-wajangan nasihat beliau yang sangat indah yang akan kita bawa pulang ke rumah kita untuk anak-anak dan keluarga kita. Amin. Allahumma amin. Dan untuk melanjutkan rangkaian acara selanjutnya yaitu doa syifa dan juga talqinul zikir yang akan dipimpin oleh Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habshi. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Al-Fatihah biniyat asy-syifa للسيد الحبيب محمد بن زين بن شهاب وللسيد الحبيب علوي بن عقيل المديحج أن الله يشفيهما شفاء عاجلا ولمن أوصانا بشفاء مرضهم يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما ولا ألما على هدينا وكنيا صالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله أستغفر الله وصلى الله على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وحياتها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا من بعده تبرقا معصوما ولا تجعلنا وما معنا وحوالينا شقيا مطرودا ومحروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير الخير عنا وعليه وفقنا للخير وعنا عليه. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عسى قبول. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan ini maka selesailah rangkaian acara haul daripada Al-Habib Salim bin Syekh bin Aqil Al-Madihi dan juga haul Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Kaf. Kami segenap keluarga besar daripada Al-Habib Salim bin Syekh bin Aqil Al-Madihi mengucapkan ribuan terima kasih kepada para habaib wal asatid wal hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri haul Al-Habib Salim bin Syekh bin Aqil Al-Madhid dan haul Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas langkah-langkah kaki antum semua dengan sebaik-baik balasan. Dan juga
Kami meminta maaf jika ada kekurangan baik dari segi sambutan ataupun jamuan. Wa hadza minnana wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan juga satu nampan 4 orang. Satu nampan 4 orang. Bismillahirrahmanirrahim.